الفتة ما بتتاكلش غير كده. انا جاية بقى النهاردة اثير الجدل في الفيديو ده واقول لكم ان الفتة السوري اطعم من الفتة المصري بكتير واحلى كمان، وشكلها مغري جدا جدا. ولا كمان يا جماعة الصوص اللي فوق منها ده خطير. النهاردة بقى هوريكي بعمل الفتة السوري ازاي على طريقتي باسهل الطرق، ايا كان بالفراخ او باللحمة. والصوص الجميل الخطير ده كمان بعمله ازاي هعلمك كل حاجة في الفيديو ده. وكل سنة وانتم طيبين حبايبي. بس قبل ما نبتدي في الفيديو يلا بقى سبسكرايب للقناة ولايك ومتابعة على صفحة الفيسبوك واكسبلور بقى على التيك توك، ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. بجد يا جماعة خطيرة. تابع الفيديو وهتتأكدي بنفسك انها احلى بكتير من الفتة المصرية. وعلشان نعمل الصوص الخطير ده هنحتاج الآتي: هنحتاج ملعقتين كبار من المايونيز، كوباية كاملة من الزبادي، مش الكوب الصغير لا الكوب الكبير، او يعني خليها عايريها كده بكوباية البيت 200 ملي. وهنضيف هنا 2 ملعقة كبيرة من الطحينة الخام، انا عاملاها برضو معاكم في البيت، انزل لكم لينك الطحينة تحت الفيديو ده. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، ده كان متفرز عندي. وحطيت بقى هنا عصرة ليمونة كاملة، ممكن اكتر من كده على حسب ما بنشوف المذاق. معايا هنا بقى فنجان من المية، ببتدي احط مية كده بالتدريج لغاية ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ويا جماعة القوام بتاعها ما يبقاش خفيف قوي ولا سميك قوي. تعالوا بقى نشوف القوام بتاعها ازاي. انا هنا استخدمت نص فنجان بالظبط، بصوا ده القوام بتاعها. بلاش تتقل عن كده او تخف اكتر عن كده. تمام، دي اول خطوة عملناها هي صوص، وهنركنه على جنب. هنحطه فين؟ هنحطه في التلاجة، هنحطه عادي من غير تلاجة لو احنا في الشتاء. تمام، تعالوا بقى نشوف الخطوة التانية. ودي بقى مش بتحتاج معايا يعني وقت كتير او ساعات كتير. بصوا بقى، انا هنا هعملها بالفراخ، تقدري تعمليها باللحمة وتقطعيها شرايح رفيعة اللي هي شرايح كده الشاورما. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. انا هنا عندي نص كوباية من الزبادي، وعندي هنا تتبيلة شاورما جاهزة، بجيب الشاورما السوري بتلاقيها عند اي سوبر ماركت. بستخدم في الغالب ويلز بتبقى حلوة قوي. وفصين هنا من الحبهان وعصرة ليمونة كاملة. وبقلب كل الكلام الجميل الحلو ده مع بعضه. وعندي هنا شوية من الخل وشوية من الزيت، يعني حوالي ملعقة كبيرة زيت، حوالي ملعقة كبيرة خل. وبقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها. وكده بقت عندي أجمل تتبيلة شاورما جاهزة. تقدري تستخدميها لشاورما اللحمة برضو بتبقى خطيرة. بضيفها بقى على الفراخ اللي عندي. أنا هنا كان عندي نص كيلو من الفراخ. عايزة أقول لكم إن الكمية دي يعني بتأكل من حوالي يعني 4 ل5 أفراد، متخيلين؟ بنص كيلو صدور فراخ بس. وبقلبها بقى بالشكل ده وبقفلها. يا جماعة الأكياس دي عملية قوي قوي قوي، بجد أنصحكم تجربوها وتجيبوها. طيب، دي الخطوة التانية. ندخل بقى على الخطوة التالتة. الخطوة التالتة إن أنا بحمص العيش. أنا في الغالب بحمص العيش دايما وبسيبه كده عندي في علبة، بس متبقاش علبة بلاستيك، يعني ممكن برطمان إزاز أو ممكن علبة بلاستيك بس بيبقى من جواها كيس وما بيقعدش فترة طويلة. فأنا هنا هقطعه بطريقتين. اول طريقه اللي هي طريقه السكينه زي ما احنا شايفين، بس لازم في البدايه يعني بمسك الرغيف كده من التجويفين بتوعه وبفتحه، بحيث ان انا لما اجي اقطعهم يبقوا مفصولين عن بعض المكعبات ديت. وابتدي بقى ان انا اقطعهم بالسكينه بالشكل ده اللي احنا شايفينه. هي يعني طريقه سريعه، ولكن في الاسرع منها بقى اللي هعملها معاكم دلوقتي. هجيب بقى اي صينيه عندي تدخل الفرن، وهبتدي احط فيها العيش بالشكل ده. بصوا بقى الطريقة التانية، المقص. اسرع طريقة ممكن تقطعي بيها العيش بتاع الفتة هو المقص. بصوا بقى بقطعهم بالشكل ده، ممكن 3 4 ترغيف فوق بعض عادي جدا، بقطعهم مكعبات بالشكل ده وبيبقوا
حلوين قوي قوي قوي. وهحط بقى باقي الكمية، هعملها بالمقص كله بقى سريع سريع، واحطهم في الفرن. بس قبل ما احطهم في الفرن هضيف عليهم كده حبة حلوين من الزيت واقلبهم، واحاول كده ان انا افككهم عن بعض، يعني بفكك طبقات العيش كده عن بعض وانا بقلب الزيت فيهم زي ما احنا شايفين في الصورة كده. بعد كده بقى بدخلهم على درجة حرارة 200 أو 180 على حسب تقنية الفرن بتاعتك، وببتدي كل كام دقيقة كده أروح لهم بالسباتيولا، أخرج الصينية شوية أقلبها أرجعها تاني لغاية ما بيوصلوا معايا كلهم للون موحد زي ما احنا هنشوف كده. بس أهم حاجة نفصصهم كده بإيدينا على قد ما نقدر احنا، وبندمج فيهم الزيت. وهنا بقى بعد ما خرجتهم من الفرن وكانوا عندي بالشكل الخطير ده، بصوا كلهم لون واحد، وده طبعا علشان بقلب فيهم باستمرار اثناء ما هم في الفرن. افضل بكتير من ان احنا نحمرهم على البوتاجاز يا جماعه، واسرع، وبتبقى النتيجه احلى، ومش بيحتاجوا كميه دهون كبيره، هي يا دوب ملعقتين زيت مش اكتر. هركنهم بقى هنا دلوقتي في بولة على جنب، وابتدي بقى اشوف الخطوه التانية اللي جايه بتاعه الفته. قوليلي بقى لو انت معايا لغايه هنا، بتحبي ايه اكتر، الفتة السوري ولا الفتة المصرية؟ وايه اللي بيخليكي تحبي الفتة المصرية اكتر من السوري، او ايه اللي بيخليكي تحبي الفتة السوري اكتر من المصرية؟ انا بصراحة ليا اسباب كتير هقولها لكم بقى احنا وشغالين. تعالوا بس بقى دلوقتي، انا هنا كنت بوريكم ان ايديا ما فيهاش زيت لاني ما كانش فيهم كمية دهون كبيرة، فهي بصراحة بتبقى طريقة صحية وحلوة بكتير. اي حاجة انت عايزة فيها عيش محمص استخدمي الطريقة دي. فحلة بقى عندي على النار، انا هنا استخدمت زيت عادي، ممكن تستخدمي زيت زيتون. حطيت حوالي نص فنجان كده من الزيت العادي، عليهم كوبايتين كده مليانين من الرز البسمتي. غسلته ما نقعتهوش، غسلته بس وجففته نشفته حلو، وبعد كده استخدمته على طول. ممكن تحسوا ان طريقتي في الرز الاصفر مختلفة شوية، بس صدقوني دي الطريقة اللي بتبقى حلوة. بصوا بمجرد ما بحطه بحس بس انه اتشمع كده، بحط الملح بتاعي وبحط كركم. انا هنا حطيت ملعقه صغيره من الملح وملعقه كبيره من الكركم، وطبعا كميه الملح قابله للتقليل او للتزويد، عايزه تزودي عايزه تقللي ده هتدوقيه من بعد ما بتحطي الميه. بقلبهم بقى حبه كده حلوين، انا بس هنا مسرعه الفيديو علشان مطولوش عليكم اكتر من كده. فبقلبهم كده حوالي دقيقتين 3 لغاية بقى ما ايه الكركم يعني يتغلغل كده جوه كل حبايات الرز، بس كده. وأول ما بيبتدوا يغلوا عندي بوطي النار وبسيبهم يستووا براحتهم. الرز البسمتي بياخد مية أكتر شوية من الرز المصري العادي، فنزود حبة. طيب هنا بقى فوق عندي على النار حطيت برضو ملعقتين 3 كده من الزيت، وجبت بقى خلطة الشاورما. فضلت قد ايه بقى خلطة الشاورما دي يا جماعة؟ بصوا ممكن تستخدميها بعد ساعة، ممكن تستخدميها بعد ساعتين، ممكن تخليها ليلة كاملة في التلاجة. انا هنا يا دوب بس عملتها الاول بصراحة، هي قبل الصوص وقبل العيش، فممكن قعدت معي حوالي ساعتين في تتبيلة. لازم يا جماعة الطاسة تسخن جدا والزيت يسخن جدا، وانزلها بقى واسيبها كده محركاش لغاية ما تاخد صدمة معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده ببتدي بقى اقلب رايح جاي فيها لغاية ما احس انها خلاص ابتدت تستوي. ما بحطش البصل والخضار في الاول، لاني حلاوتهم بقى لما يبقوا كده فيهم قرشة بسيطة، واللي هو يبقوا مش مستويين مهريين قوي. اللي بيخلي الخضار القيمة الغذائية بتاعته لسه موجودة حلو قوي، بنستفاد بيه اكتر، بيبقى طعمه ألذ من انه يبقى مستوي خالص. بعد كده بقى حطيت البصل، وطبعا اساسي يا جماعة مع البصل ذرة كده من الملح، يا دوب اخد تشويحة. نزلت بقى بالفلفل الرومي الالوان، لو مش متاح عندك فلفل الوان عادي استخدمي الفلفل الاخضر فقط. بس كده يا كراميلا، لا في مكون كمان هنضيفه، بس ندي كده تقلبتين 3 كده للفلفل مع الشاورما. الريحة كانت هنا يا جماعة طالعة خطيرة. بعد كده بقى هضيف شرايح جوليان برضو من الطماطم. بس بصوا انا هنا مسكت واحدة بوريكم انه الطماطم هنا ما فيهاش البذر بتاعها، يعني اللي فيها مية ولا بذر، بشيلهم وبقطع بس الطماطم نفسها بالجلد بتاعها. تمام. وهقلبهم بقى كده تقلبتين 3
واخر مرة دي هغطيها فيهم حوالي كده 5 دقايق، وخلاص كده الشاورما بتاعتي جاهزة. يبقى كده احنا خلصنا كل الخطوات. بقى ايه بقى الكراميلا؟ بقى ان احنا نشوف هنقدمها ازاي، وهنعملها كده يعني الشكل اللي انت عايزاه طبعا على الاطباق بتاعتك. ممكن كمان في صينيه بايركس هتبقى حلوه قوي لو الكميه عندك اكبر من كده، بس انا هنا استخدمت عادي طبق من اطباق الطقم الصيني والسرفيس الصيني. طبعا انا بصوا يا جماعه يعني بحط كميه عيش محمص بغباء، ممكن ما تحطيش طبعا كل الكميه دي. في الوقت ده ما كانش كمان عندي رمان. الرمان يا جماعه بيليق جدا 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 مع الفته، خاصه السوري. بتحط رمان كده على الجوانب، على العيش المحمص، بيبقى طعمه خطير خطير. تمام. انا هنا بقى كترت عيش، عملت كل اللي انا عملتهم هنا في الكبه في البوله، فانا حطيتهم في السرفيز والطبق، وبرصهم بالشكل. والرز طبعا في البدايه في النص، هي لقطه الرز بس اتحذفت فمعلش غصب عني، بس حرفيا يا جماعه كان مفلفل وطعمه خطير، احلى بكتير من الرز العادي. ببتدي بقى ان انا احط خلطة كده كمية محترمة حلوة حلوة قوي كده، وهنا ابتدأت اوسع شوية عشان الرز يبان، واكتر خلطة براحتي. واخر حاجة طبعا احطها هي الصوص. شوفولي بقى يا جماعة على جمال القوام بتاعه، لا هو خفيف لدرجة اني اول ما بحطه كده بيتشرب، ولا هو تقيل لدرجة انه ما بيتاكلش بسهولة. طبعا اي شكل اعمليه، هو الصوص بصراحة بيديها شكل حلو، هو يعني اساس المنظر بتاعها. وممكن تحطي بقى لوز، جوز، اي حاجه موجوده عندك، فستق. كانت بجد يا جماعه طعمها خطير خطير قوي. بصوا بقى، شوفوا لي الجمال بتاعنا عامل ازاي. تقولوا لي بقى الفته المصريه، اقول لكم بصراحه بحسها عادي، يعني لحمه مستويه لوحدها مع نفسها كده عادي. حطيت بس كل اللي احنا زودناه هو شويه العيش المحمص، لكن بقى رز وعليه تشريبة صلصة مش عارف، أنا بطبيعتي ما بحبهاش. قولوا لي بقى في الكومنتس أي حاجة تخليني أحبها. بس بجد بتحداكم إنكم هتعملوا طريقتي دي في الفتة السوري، وهتعجبكم قوي قوي قوي. كل سنة وانتم طيبين حبايبي، عيد أضحى مبارك عليكم. وبستنوني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. متنسوش بقى لو معايا لغاية هنا فأنا بشكركم جدا جدا، وبتمنى بقى تعملوا سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أنا كراميلا، ودي قناتي كراميلا الشيف الصغير. يلا بقى، باي باي.